مرحبا بكم في فرتتو. كيف نغادروا تونس، كيف نختاروا وجهة أخرى ونستقروا في بلاد أخرى، نعيشوا تجربة حياة خاصة. في العادة نحكيوا على الحياة الشخصية، الحياة العائلية، الحياة المهنية، وننسيوا ساعات اللي المهاجر قبل هذا الكل هو إنسان تنجم تكون عنده قيم، أفكار وقضايا ملتزم بها ويحب يكمل يواصل يدافع عليها حتى وهو بعيد على تونس، ومهما كان موقعه الجغرافي ومهما كانت البلاد اللي هو يعيش فيها. ضيفنا اليوم في فرتتو بودكاست هو واحد من الناس هذوما، هو تونسي يعيش في مدينة ليون، اسمه جهاد الفرجاني. مرحبا بك جهاد في فرتتو. ميرسي سحر، ميرسي بوكو على البريزونطاسيون. مرحبا بيك. يعيشك. وفرحان اللي قاعدين نعملوا في الابيزود هذا نتاع فرتتو. شكون جهاد الفرجاني؟ كان نقول لك عرفني ولا عرف بجهاد الفرجاني شكون بالنسبه ليك؟ اوكي، دونك جهاد فرجاني تونسي عمره 35 سنه، توا انسالي في فرنسا عندي 12 سنه. خدمتي هي الكونسي ان ترانسفورماسيون ديجيتال. كما قلت عندي 12 سنه توا في فرنسا. طلعت باش نعمل ماستر على باز وقعدت غاديكا عندي 12 سنه نعيش لهنا ولا نحاول نمشي ونجي اسي سوفون على تونس ولا. يظهر لي هذه حاجه ما نجموش نخبيوها، موجوده في الصوره، موجوده في التوني فيستيمونتير، شعار النادي الافريقي. شنو يمثلك النادي الافريقي جهاد؟ يظهر لي نجمو نعملوا لها حلقه واحده. والله النادي الافريقي مثلي برشا حاجات. النادي الافريقي جمعيتي دي تفهمني كي نقول لك اللي النادي الافريقي سي ان مود دو في، عقليه بالرسمي، عقليه معناها يعلمك برشا دي فالور. جو بونس اللي كي ما جيتش نحب النادي الافريقي راني كنت انسان مختلف، مش خير، راني كنت معناها انسان اسوأ. دونك فرحان الحقيقه اللي نحب النادي الافريقي، وهاك تشوف حاضر النادي الافريقي. من كلمتك أنا على الحوار، من اللي كلمتك وحكينا شوية على الإطار متاع الحوار وش باش نحكي، وقلت لي سحر راهو لازم باش نحكي عن النادي الأفريقي على خاطر يشكل بارتي من الانتماء متاعي، وأنا نحب النادي الأفريقي. مانيش باش نخبي والحياد والشيء ذاك الكل. مانيش محايدين لهنا. ليه ماهوش مجال متاع حياد وما ثماش علاش، يعني فما فخر كبير بالانتماء للنادي الأفريقي. وانت كتونسي يعيش في الخارج، يعني فما الانتماء، الحب، معناتها مواصله الانتماء للوطن والبلاد وتونس وكل، وزاد للنادي الافريقي اللي هو حب شبيه بحب الاوطان. صحيح لانه هو جزء من هويتي، معناها انا كمحب للنادي الافريقي، مشجع للنادي الافريقي، ونشجع في النادي الافريقي كسواء في تونس ولا في فرنسا ولا حتى كان في المريخ. معناها جيت في فترة من الفترات معناها عشت في الصين ونتفرج في النادي الافريقي في الصين، معناها بالديكالاج هورير وبال دونك سي اون فيرتي. يعني قلت لك معناها سي هذايا فريق معناها تعلمنا منه برشا قيم، واهم قيمه هي الصبر. الصبر والتضحيه. الصبر والتضحيه. وانا نحب النادي الافريقي، وعندي ايكيب واحده اخرى في الاوروب اللي هي اتلتيكو مدريد، والزوز احمر وابيض، والزوز علموني صبر الحقيقه. دونك والتضامن يظهر لي زاد روح السوليداريتي اللي صار في النادي الافريقي في العوامل اللي فاتت، التضامن والهبه الشعبيه اللي صارت. معناتها عشت انت من بعد باش نحكيو بالطبيعه على مشاركتك في الاسطول الصمود العالمي، مانيش قاعدين نقارنوا في حاجتين ببعضهم، ولكن فما روح التضامن، ووقت اللي يلزم نقفوا ونتكتلوا مع بعضنا ونقفوا مع بعضنا، هذاك هو لو سول ميساج اللي لازم يجمعنا الكل. صحيح. وكما انت زاد كما قلت فما زاد يعني سيميلاريتي اخرى اللي هي هما اللطخات هذوكم. علاش صاروا الهبات هذوكم؟ لانه الاداره نتاع النادي الافريقي عن سيرتان مومون معناها ما قامتش بمسؤوليتها. يا اخي الجمهور جاء قال انا تو باش ناخذ بزمام الامور وباش نعمل حاجات انا مانيش سونسي، ما كنتش سوبوزي نعملها انا،
اما بما انه حتى حد ما عملها لازم الجمهور يتدخل. ونفس الشيء اللي صار في الأسطول بين الحكومات معناها تخليت على مسؤوليتها للشعوب قالت نحن توا وقتنا لازمنا ناخذ بزمام الأمور ونحركوا الأمور. أي بالحق يعني توا كي نفكر فيها يعني وقت اللي الجمهور مش دوره كما قلت انت والشعب مش دوره نورمالمون معناتها انه يقوم بالشيء هذايا وبالعمل هذايا العمل التضامني هذايا تلقى معناتها الحكومات وليزانستيتيوشن يعني ساكتين. دونك ياخذ الشعب دوره ياخذ الانيشيتيف ويحاول كيما تجربتك اللي ما نجموش نحكيو مع جهاد الفرجاني من غير ما نحكيو معاه في مشاركته في أسطول الصمود العالمي. أول حاجة جهاد باش نرجعوا للموضوع هذايا بشوية بشوية نحب نبدأ معاك من الأول. القرار جهاد كيفاش خذيت القرار هذايا باش تشارك في أسطول الصمود؟ هل كان قرار بالنسبة لك بديهي ولا كان نتيجة مخاض وتفكير؟ هل كان فردي ولا بتحفيز من عباد اخرين من في الانتوراج نتاعك فاميليال واميكال؟ يعني كيفاش خديتوا القرار هذا؟ والله القرار مشاركتي في الأسطول هو جاي بصفة طبيعية لأنه الأسطول صار في شهر 9 وفي سبتمبر ولكن في جوان قبل معناها في 2015 صارت معناها عدة باش نقولوا معناها دي موبيليزاسيون صاروا معناها في العالم لكسر الحصار على غزة. شفنا القافلة البرية اللي مشيت معناها خرجت من تونس باش نمشي لغزة. فما صارت المسيرة العالمية من أجل غزة اللي جلوبال مارش وغزة اللي صارت في مصر. وفما سفينة مادلين اللي هي تتبع معناها فريدم فلوتيلا اللي حاولت كسر الحصار بحرا. لي موبيليزاسيون هذوما 3 صاروا فرد وقت. انا شاركت في الجلوبال مارش غزة اللي مشيت لمصر مع 4000 ناشط من العالم وحاولنا معناها نوصلوا لمعبر رفح وكل. وهذه كانت بذرة تكوين اللي من بعد ولا اسمها جلوبال موفمنت غزة الحراك العالمي من اجل غزة. اوكي. كنت من المشاركين. بعد كي رجعنا لتونس عملنا بعثة تونسية في جلوبال موفمنت غزة لمدة شهرين ونحن نخدموا على مشروع معناه الأسطول. كنا معناه من المنظمين. والحقيقة كنت نحب نشارك لأنه حاولت مرة أولى باش نوصل لغزة وما نجحتش في مصر وحاولت مرة ثانية عن طريق الأسطول على غالب ما نجحتش. أما إن شاء الله كما نقولوا لهنا جامي 203 on sait jamais شنو ينجم يصير في المرة الثالثة. المرة الثالثة أنت قلت المرة الثالثة وما هيش فكرة معناها فردية يظهر لي الفكرة هذه على خاطر سمعت في الحوار اللي أجراه بودكاست أثير مع سيف أبو كشك حكى على إنها الفكرة واردة ومطروحة وقال سنعود برا وبحرا وجوا. يعني كاينها استرسال يعني كاينها معناتها فما تراكمات اكيد معناتها صار قبل كما قلت انت القافله بعد الاسطول وكانها الحلقات ما زالت تستنى فينا واللي هذا ما هو الا بدايه خطوات نحو كسر الحصار على غزه كسر الحصار الفعلي خاطر الحصار ما زال موجود والاحتلال ما زال موجود. Et en parlant de ça, معناها مازال كي أسطول الصمود العالمي معناها جلوبال صمود فلوتية مازال كي أعلن اللي رانا باش نرجعوا باش نبحروا مرة أخرى وفما أسطول باش يتعمل على قريب إن شاء الله. من جملة معناها حراكات برشا تجي منها أسطول آخر إن شاء الله. باهي. وبالنسبة للجهاد الانجاجمون الالتزام نتاعك اللي يظهر لي ما بديش اليوم حسب ما فهمت وحسب ما حكينا قبل ما نعمل الحوار هذا هو التزام دام على مدة سنوات وهو وانت اليوم تعيش في الخارج يعني تعيش في فرنسا ماكش تعيش في تونس كأنه امتداد
يسوقت نتاع برولونجمون ولا امتداد للغربه نتاعك، امتداد لتواجدك حتى خارج تونس، طريقه منك في التعبير على انك ملتزم بقضيه تمن بها مهما اختلف الموقع الجغرافي. هو مهما اختلف الموقع الجغرافي نتصور قناعات الانسان باش تقعد معناها بدرجه كبيره معناها هي بيدها، قناعاتي معناها وافكاري نتصور لي زيبروف نتاع الغربه ما زيدوا قويو على خاطر ثم حاجات معناها تعيشهم في الغربه اللي يخليوك معناها تعاود تخمم في حياتك، في اللي تشوف فيه، تشوف العالم بعينين مختلفه. دونك وقتها سواء باش تزيد تكبش اكثر في لي برانسيب نتاعك ولي فالور نتاعك، سواء باش ترميهم باش تمشي تاخذ زيت جديد معناها نتاع دي فالور. دونك انا الحقيقه كانت لي حكايه ناتوريل معناها باش نكمل في الانجاجمون اللي انا يعني ما كانتش عائق، ما سيتي با ان فران معناتها بالنسبه ليك انك موجود بعيد على تونس، يعني الالتزام نتاعك يقل ولا يضعف، بالعكس معناتها بالنسبه ليك كان حافز اكثر باش تشد صحيح وباش تواصل في الالتزام بالقضيه، وحتى لو باساج على لاكسيون، خاطر انت ما كانش مجرد التزام نظري، خاطر اشكال المقاومه واشكال الدعم تختلف كل واحد وكيفاش. فما اللي يقول لك انا بنقاطع المنتوجات، لو بارتاج، فما برشا طرق. انت اختيارك كان بالمساهمه الفعليه كونكريتمون، معناتها قلت انا موجود ويلزمني نقدم حاجه ملموسه اكثر. جهاد حكينا على القرار، حكينا على كيفاش خذيت القرار، فانا ظروف. تو باش نحكيو على الرحله. الرحله وما ادراك ما الرحله. كيفاش كانت الرحله؟ خاصة اللي البحر وراءكم، البحر أمامكم ومن حولكم والعدو في انتظاركم. المصير مجهول، الرحلة طويلة، الأشخاص اللي موجودين في الفلوكة مختلفين، أعراق مختلفة، جنسيات مختلفة، حالات نفسية زيادة ما نعرفش، معناتها حالات نفسية يمكن صعيب ساعات معناتها انك تتحكم فيها وتنجم تختلف من وقت لوقت. التعايش الكل بصفة عامة على الفلوكة في المدة هذيك متاع الرحلة اللي تقريبا قعدت شهر. شهر الكل في الكل، معني كي تحسب بين مدات متاع الديبار متاعنا للدات اللي وصلنا فيها لتونس بريس 25 يوم. به الرحلة جهاد كيفاش كانت؟ احكي لي على الرحلة هذه اللي أكيد وانتي من داخل تنجم تحكي عليها وتنجم توصفها اليوم avec un peu de recul. باهي، نحب نحكي على دو بارتي. البارتي الأولانية اللي هي قبل الرحلة اللي هي حضرت للرحلة، والبارتي اللي هي الرحلة. باهي دونك أبدأ منين تحب؟ عايشك. باهي دونك بارتي اللي تحضير للرحلة اللي هي كانت بارتي معناها ياسر طيارة، لأنه كما شفت معناها مئات متاع الناس جات من العالم الكل من 6 قارات لتونس باش تحضر روحها للانطلاق في الأسطول بهدف واحد هو كسر الحصار. هي معناها الحكاية في حد ذاتها قوية برشا. كيفاش عندك ممكن 1000 شخص معناها جاي من عالم لتونس، ناس تحضر مع بعضها، قاعدة تتدرب، قاعدة تتعلم، تفهم معناها شنو هو اللي نجم يصير وكيفاش لازم تتصرف وكل تحضر في روحها معناها للميسيون. وهذه خلى معناها لحمة كبيرة تنشأ بينات المشاركين اللي هو قلت لك من العالم الكل. كانت بريود طيارة على الآخر، والرحلة هي امتداد للإسبري هذه، للروح هذه متاع التكاتف، متاع اللحمة، متاع نحن الكلنا باختلاف أعراقنا ولغاتنا وأدياننا الكلنا معناها مجتمعين حول القضية الفلسطينية اللي هي تجمعنا. دونك الرحلة في البحر كانت أنا الباتو اللي كنت فيه اسمه سيريوس وصلنا فيه 38 عبد. دونك 38 عبد في اسباس صغير ليميتي، من الناس الكل جاية بالإيتا ديسبري متاع نحن رانا نعمل في الحكاية هذه الفلسطين، وخاطرنا نؤمنوا بالرسمي بحق معناها الفلسطينيين في تحديد مصيرهم
و اللزوم معناها كسر الحصار على غزة. دونك الناس الكل جايه في ايتا ديسبري طايره مش نورمال، هذا اللي خليها تكون من احسن لي زيكسبيريونس معناها اللي عاشهم. الناس الكلها متكاتفه، الناس الكل تحاول معناها تعاون بعضها، ترد بالها على بعضها، على خاطر كما انت قلت معناها الاكسبيريونس في البحر ماهيش سهله. قعدنا بريسك 20 يوم ونحن مرميين في البحر. لؤي شيرني في بودكاست اجا نحكي ويظهر لي كان مانيش غلطه، قال تجربه البحر بالنسبه لي هو كانت اصعب من تجربه الحبس. ما نعرفش انت كان عاشتها بنفس الطريقه، معناتها هذايا هو الغوتور نتاعو وهو كيفاش عاش التجربه. اما قال تجربه البحر يعني ماهيش سهله كما ينجم يتخيل البعض، واللي الحبس خاطر فما وقتها ادرينالين وفما حاجات اخرى تلعب دورها، لكن البحر تجربه ماهيش سهله. بالطبيعه خاطر حتى واحد فينا ساعه ما هو بخلاف معناها لي ممبر معناها دو ليكيباج، حتى حد فينا ما هو مستانس يقعد شهر معناها في باتو، ما عندناش معناها لي ريفلكس بازيك. في وقت من الاوقات كانت الاحوال الجويه خايبه، دونك فما برشا ناس جاها مال دو مير دوار البحر، ناس معناها تقلقت، ناس داخت، ناس وليت ترد، فهم. دونك c'est pas évident mais ديما يقعد عندك كاليتي ديسبري هذاك نتاع اللي رانا كلنا ناس من ديفيرون هوريزون ماشي جايين معناها على اوبجيكتيف كومان وكل. انا موافق معاه لؤي زيد نحكي هذا. ورغم هذاك يعني حكي هو على تجربه البحر، وقال زيد علي انتم المشاركين في الاسطول كنتوا ديما مهما شنو هي الصعوبات اللي تمروا بها في الفلايك وفي الفسنيه، ما تحبوش التركيز وما تحبوش الضوء يتسلط على شيء هذا، على خاطر هذا ينجم يضيع شويه ويغيب الهدف الاساسي. ويقولوا برشا زيد قالوها، يقول لك معناتها هذا حتى شيء قدام اللي يعيشوا فيه واللي يتكبدوا فيه الناس في غزه. دونك ديما معناتها نقولوا اوكي سي دور، مي هو راهو سي مش سي دور، سي جوست كو نحن مانيش مستنسين. صحيح، مش حكايه معناها صعيبه ابريتو نحن في البحر معناها مانيش مستنسين. مي بيان سور معناها هذه تتسمى معناها معاناه، با معناها واحد في المليون على شنو اقل واحد عانى فيها غزه شنو شاف. معناها بالطبيعه معناها امور ما تتقارنش، ونحن عارفين راهو اللي نحن مانيش ماشيين في رحله من الاول، نحن عارفين روحنا ماشيين لهدف معناها معين. الهدف نتاعنا هو كسر الحصار، هو محاوله ايصال دويات وحليب نتاع صغار للناس في غزه. عارفين روحنا من الاول مانيش ماشيين في رحله، مانيش ماشيين في كروازير ونلوجوا على دي كونديسيون دو لوكس وكل. بالعكس، وتشوف مع مش كان نحن مشيو معنا ناس معناها اللي عارش دي سيليبريتي، دي معناها عبيد عندها دي بوست فوالا دي بارلمونتير دي بوليتيك وكل، وكيفنا في لي ميم كونديسيون معناها فهمتي، يرقدوا على كتابي هذاك الصغير اللي نعملوا عليه سبور وعادي معناها عارفين نحن من الاول لوبجيكتيف نتاعنا علاش ماشيين. مي فما بيان سور معناها لو فيت اللي نحن مانيش مستانسين بالبحر، دونك هذاك اللي باش يقلقك شويه. هي عادي معناها فان كونت تستانس او بو دو كيلكو جور تستانس و tu te reconcentres معناها على لوبجيكتيف برينسيبال نتاع الميسيون. ابري معناها الحاجه الباهيه اللي نحن راهو حضرنا روحنا بالكدا، لي بارتيسيبون معناها تلقاو تدريبات، عارفين روحهم على شنو قادمين. حب نعطي شراوت الحاتم اللي هو مشي حاتم العويني اللي مشي في حنظله، على خاطر حكيت انا وياه قبل ما نمشي، وعلى خاطر عطاني برشا معناها دي ديتاي اللي هما عاونوني في الاكسبيريونس نتاعي كو سوا في الباتو والا في الحبس. دونك ميرسي حاتم. نشكروا حاتم، ما نعرفوش اما ميرسي حاتم، خاطر بالحق راه ساعات فما هكا دي ديتاي دي زاستوز تسمعهم على اليمين وعلى اليسار اللي من بعد تعرف قيمتهم في وسط التجربه. وباش نوصلوا من بعد لتجربه الاعتراض وتجربه الحبس، وانت اول تونسي تم اعتراضك وتم ايقافك من قبل سلطه الاحتلال.
صحيح نوصلوا لها بعد شوي. جهاد، فما لقاء في الرحلة أثر فيك قعدت في بالك ما تمحاش؟ فما برشا لقاءات الحقيقة قعدت في بالي ما تتمحاش. فما به من اللقاءات اللي ماركتني، فما صديق ليا تعرفت عليه من نيوزيلندا، عمره 18 سنة، جاي من نيوزيلندا. شوف نيوزيلندا فين في الخريطة وشوف تونس، معناها سيد شق أكثر من نص الكرة الأرضية باش يحضر معناها على خاطر مقتنع معناها وانطلق من تونس. من اسبانيا، ومن بعد ما عملوا الاسكال هذيك في تونس وكل، ونحن وقتها خلطت عليهم في الباتو، في الباتو هذا معناها في تونس. دونك الحقيقه الحكايه هذيا عطتني برشا امل. تشوف معناها واحد عمره 18 سنه من نيوزيلندا جاي معناها عمل حكايات باش يدبر فلوس باش ينجم يفينانسي الفواياج نتاعو هذا الكل. تقول انت معناها ناس كيما هكايا فما جينيراسيون جديده عندها برشا وعي، قاعده معناها تطلع في العالم الكل، قاعدين نشوف فين احنا توا في فرنسا ولا في الاوروب معناها ولا في العالم الكل. دونك هذايا معناها رونكونتر كي ما دوني بوكو ديسبوار. زيد كان عندنا معناها برشا حظ اللي نحن عملنا انترفيو مع ناس من غزة. فما فيديو ما نعرفش كان ريتوها هبطت وين جماعه يغنيوا على البحر كي للاسطول وكل. معنا نحن جورناليست من الجزيره في الباتو حياه. دونك نظمت لنا معاهم انترفيو اون ديريكت ونحن غنينا لهم هما غنيوا لنا، وهذيك الحقيقه زيد مومون ياسر طياره. و برشا الحقيقه برشا دي رونكونتر ما كيمش نقعد نجمو نعملوا ايبيزود كامل على جوست لي رونكونتر سبيسيال معناها قابلت برشا عبيد محليهم. حكينا على الرحله، حكينا قبلها على القرار اللي كيفاش خديته، فانا ظروف وعليش خديته. تو باش نحكيو على الاعتراف. اعتراف كما قلنا قبيله، انا عرفتك نهار اللي اعترضوك، ما كنتش نعرفه انا جهاد الفرجاني. نهارتها سمعت كيما برشا توانسه على وسائل التواصل الاجتماعي، سمعت اللي فما تونسي تم اعتراضه وتم ايقافه من قبل سلطه الاحتلال. وعرفت من بعد زاده اللي هو يعيش في مدينه ليون، وعرفت زاده اللي هو يحب النادي الافريقي. وقتها لاباج نتاع لا سيلول دي كلوبيست ليون معناتها هما عملوا لا بوبليكاسيون. دونك انا غراس ا سا عرفتك وبعد اتصلت بك الكل. اعتراض جهاد، كنت متوقع الاعتراف ولا لا؟ باهي نحن قبل ما نمشيو في الميسيون في الاسطول ونحضروا عارفين اللي معناها الاحتماليه الاكبر اللي هو باش يتم اعتراض الاسطول. خاطر علاش هذا مبني على كيفاش معناها الكيان تعامل مع السفن ولا الاساطيل اللي مشيت قبل لمحاوله كسر الحصار على غزه، اللي هما كان ديما التعامل معاهم بالاعتراض. معناها محضرين رواحنا امكانيه كبيره، نحن طبيعه محضرين رواحنا للسيناريوهات الكل، ولكن عارفين اللي الاحتماليه الاكبر هو باش يكون معناه باش يتم اعتراض السفينه. قد ما كل ما كنا نقرب اكثر لغزه كل ما نعرفوا اللي راهو قرب الاعتراض. معناه الاعتراض نتذكره صار نهار 4 يظهر لي 1 اكتوبر، نتذكرها بالكدا لانه النهار اللي قبله جيت سفينه حربيه وغواصه تابعين معناها جيش الاحتلال، وعملوا كما نقولوا نحن تدريب على كيفاش باش يوقفونا. جيت مثال نحن السفينه نتاعنا جيت سفينه حربيه ومعها غواصه. السفينه حربيه هذه دارت علينا دورتين، كي دارت الدورتين هذوما
تو سكي الكترونيك سكت في الباتو كل شيء يعني سيستم دو نافيغاسيون الموتور الانترنت لي كاميرا كل شيء سكت. دونك هما نحن وقتها في بالنا باش يوقفونا نهار 3 كي جاو وقفوا لنا الموتور وداروا غواصه وسفينه حربيه واحد سوف كو وقتها مشيو. دونك لو لوندومان اللي هو نهار الاربعاء كنا عارفين اللي راهو احتماليه كبيره ياسر نتوقفوا نهار هذاك. علاش؟ على خاطر اذا كان ما توقفناش نهار الاربعاء كنا نهار الخميس 9 متاع الصباح نوصلوا لشواطئ غاصه. معناها هذيك كانت اخر فرصه للكيان باش يوقفنا. عارفين نحن الحكايه، عارفين زيد اللي هما باش يبداو معناها بالسفن الكبيره. دونك هذاك علاش انا كنت اول تونسي توقف، خاطرني كنت في ثاني سفينه توقفت في الاسطول الكل. الاولى ما فيها حتى تونسي، الثانيه فيها انا تونسي كهو معناها توقفنا. سؤال بديهي، شنو احساسك في اللحظه هذيك؟ ايش حسيت في لحظه الاعتراض والايقاف؟ كيفاش عشتها؟ باهي عشتها بطريقه بوزيتيف. بون بوزيتيف معناها دون لو سونس اللي انا كنت محضر روحي، كلنا كنا محضرين روحنا الحكايه هذيا. كنا عارفين معناها كيفاش باش يصير الاعتراض بالضبط، شنو المراحل، كيفاش لازمنا نتصرفوا، شنو لازمك تعمل، شنو ما لازمكش تعمل، شنو لازمك تهز، شنو ما لازمكش تهز، شنو تقول، شنو ما لازمكش تقول. دونك نحن ما خليناش مجال معناها للامبروفيزاسيون اللي هو يخلي العبيد تنجم تستريسي في السيتواسيون هذيك. دونك كي جاو معناها قوات الاحتلال باش يعترضونا باش يختطفونا في المياه الدوليه، نحن عارفين كيفاش لازمنا نتصرفوا، شنو لازمنا نعملوا الكل. وهذيك خلينا عندنا برود الدم معناها كبيره، لأن عارفين على التعامل مع الوضعيه هذيك، رغم هي وضعيه صعيبه ولكن تحضير للوضعيه، الاعداد لها المسبق والاحتمالات الكل كانت مدروسه. ورغم ذلك فما شعور بالرهبه، نتصور ولا والله كانت فما ادرينالين هي اللي طاغيه في اللحظه هذيك، اللي ما نعرفش شجاعه، ادرينالين، رغبه في المواجهه، شنو بالضبط كان موجود في اللحظه هذيك؟ احساسي انا في اللحظه هذيك كان ميلانج بينات ادرينالين بيان سور، خاطر ما تحطيتش في سيتواسيون هكا في حياتي. بس عشنا حاجات معناها في مصر اما مش كيف معناها كيف يوصل البحر ويخطفوكم وكل. كان ميلانج بينات ادرينالين و فما شويه راحه، لانه عارف شنو اللي باش يصير بالتفاصيل. معناها عارف روحي ما ثماش كما نقولوا نحن شك على حاجات ممكن تنجم تصير. عارفين اللي هما كيفاش يعني يتصرفوا في الحالات هذيا، ونتصوروا اللي هما راهو باش يتصرفوا شويه كما تصرفوا قبل. فهمت؟ شويه خايبه امل خاطر حبيت معناها بالرسمي نوصلوا، وكنت نمن اللي سيتي بوسيبل، كانت ممكنه الحكايه. ولكن عارف من الاول اللي هي البروبابيليتي باش نوصلوا كانت صغيره على الاخر، واللي هو الهدف معناها هو صحيح الهدف نتاعو كسر الحصار، ولكن هذا هدف من الاهداف. ممكن نحن ما حققناش الهدف هذا نتاع كسر الحصار على قطاع غزه، اما حققنا اهداف اخرين هذين نجم نرجعوا فيهم بعد كي تحب. نحكي فيه توا. اوكي. شنو هي الاهداف الاخرى بالاضافه الى كسر الحصار اللي كان هو الهدف الاساسي والرئيسي كما كنت تقول؟ شنو هي الاهداف الاخرى اللي كنتوا حاطينها قدامكم؟ من الاهداف نتصور اللي نحن وصلنا حققناها نجاحات نسبيه. نجاحات نسبيه لانه معناها النجاح كان باش يكون هو كسر الحصار، يعني هذاك الهدف الاساسي. ولكن الاخرين نجاحات معناها نسبيه كما نقولوا نحن اللي الاسطول معناها والتحضيرات ليه وكل حطت ضوء كبير على القضيه الفلسطينيه في العالم. هذا يسمح اللي فما برشا معناها تحركات من العالم الكل ضافرت جهودها مع بعضها وخلقت معناها فضاءات عمل مشترك من اجل القضيه الفلسطينيه في العالم. الاسطول كان اول بذره معناها تعاضد هالتحركات هذيا، ومن بعد جاي حاجات اخرين.
جاي برشا حاجات اخرين. الاسطول ورا اللي راهو الشعوب عندها كلمتها وعندها نجم يكون عندها امباكت. واللي كسر الحصار ماهوش مجرد يوتوبي معناتها بالضبط سراب ولا حلمة ولا اللي هو ممكن اللي كان أسطول بحري قدر باش يزلزل يعني هل القوة العسكرية اللي أقوى قوة عسكرية في العالم وقدر باش يخلي العالم يتكلم عليه وقدر باش يحقق نقلة في الوعي الشعبي زاده. يعني تولي إمكانية كسر الحصار فعليا ممكنة. يعني الفكرة نحسها ونراوها تقرب أكثر. مش هكا نشوف. بالطبيعة أنا معاك 100% لأنه حتى كي نجي نشوف معناه في التجارب المختلفة اللي السفن قاعدة تقرب أكثر لشواطئ غزة. ريت كما نقولوا نحن مثال عامين تالي توقفوا على بعد 100 ميل، من بعد توقفوا على بعد 70، من بعد توقفوا على بعد 50، فما شكون توقفوا على بعد 30 في الأسطول. فهمت معناه كل مرة قاعدين نقربوا أكثر معناه الهدف نتاعنا. وزيد حاجة أخرى اللي الأسطول كان عنده امباكت. شوف أنت إسبانيا بعثت سفينة حربية، إيطاليا بعثت سفينة، تركيا واليونان بعثوا دي درون. معناها فما امباكت وهو فعل شعبي كما كنا قبيل نحكي، وهو فعل شعبي، هو حركة معناها إنسانية شعبية عالمية اللي معناتها هي في الحالات الكل هي نشاط تراكمي. معناها صارت القافلة من بعد صار الأسطول ومن بعد بتصير حركات أخرى. هذا هو التاريخ فينالمون معناتها ماهوش من باجيت ماجيك اللي باش تغير المعطيات والواقع في لمح البصر، ولكن هو تراكمات متاع أحداث ومتاع حركات ومتاع نشاطات إنسانية من نوع الأسطول. صحيح. وكذلك علاش نحن منيش نتوقفوه كما قلت لك كانت أول بذرة معناها للتعاضد التحركات هذه العالمية الكل، وإن شاء الله فما حاجات باهية قاعدة تحضر إن شاء الله. احنا من الاعتراض مشينا مشينا للحركه وللاسطول باش نرجعوا توا للايقاف. اوكي مش لازم نسوي معناتها الكرونولوجي. اوكي نخليو الحوار يمشي بطبيعته تلقائي هكا خير يفعل. اي مساعدني انا هكا الحقيقه. باهي حكينا على اعتراض قبيله جهات. توقفت من قبل سلطة الاحتلال مدة 5 أيام على الأراضي الفلسطينية المحتلة. أحكي لي على 5 أيام هذوما كيفاش تعدي؟ والله كيفاش تعدي أنت كيفاش عشتهم التعامل؟ كيفاش كنت ترى هل أنا كنت ترى تشوف فيما بعد 5 أيام هذوما ولا كانت الرؤية ضبابية وماكش فاهم روحك ايش تعمل هوني؟ شنو بعد كيفاش باش نخرج من الوضعية هذه؟ شنو كانت الأحاسيس وشنو كان يدور في ذهنك؟ الحاجة الباهية اللي الحقيقة نتصور اللي وهذايا معناها حاجة نحب نهني عليها الناس اللي خدمت على أسطول، اللي الأحاسيس ما كانش معناها اكستريم حادة، لأنه عارفين نحن السيناريوهات اللي باش تصير. فهمت؟ دونك محضرين رواحنا، دونك عارفين بلوس موان كيفاش معناها باش يصير التعامل معانا وبو دو كومبيان طون باش نجمو نخرجوا. فهمت؟ دونك التحضير هذاك اللي حضرناه لرواحنا خلينا نكونوا مزوري معناها في الأحاسيس نتاعنا. ان بليس فما برشا معناها تضامن سوليداريتي بين المشاركين. رانا شدينا يمكن 490 شخص هزوا الرجال بلاصه وهزوا النساء البلاصه. يعني الرجال تاع المشاركين الرجال من القافله الكل مع بعضهم، مشاركين النساء نتاع القافله الكل مع بعض، نتاع الاسطول الكل مع بعضهم. دونك فما برشا سوليداريتي. فهمت؟ هذه حكايه خليت معناها جو بونس اللي العباد تكون يحسوا رواحهم سران ومرتاحين. فما برشا استفزاز معناها في السجون معناها صهيونيه. فما حاجه الحقيقه هي ماركتني بالخايب الحقيقه مش بالباهي. نذكر النهار الاول معناها اللي وقفونا في معناها هزونا الميناء اسدود.
وقتها جاء بن غفير ومهاب خرج العالم نتاع فلسطين، ودايما نسلم عليهم ونسلم على الجماعه اللي مشاو معايا الكل. بعد هزونا الحبس. دونك كي قبل ما يهزونا الحبس وما يحضرونا عرفت في الدوسي نتاعنا ويصوروك وياخذوا لي زامبرانت نتاعك ويفركسوا لك حوايجك وساكك، قابلنا برشا عبيد توانسه، برشا عبيد توانسه تحكي بالتونسي ان فيت، في اسدود ناس معناها متطوعه مع جيش الاحتلال ولا مع الشرطه نتاعهم ولا. وهذه الحقيقه مش معناها برشا ناس من اللي مشاو غاديك حكاوا عليها، عطرة حمزه حكى عليها. جو بونس اللي هذه حاجه معناها من الحاجات اللي تخلينا لازمنا نفعلوا قانون تجريم التطبيع. هذه عندي انا مهمه وبريوريتي كبيره، لانه مش عادي معناها نفس الشخص هذا اللي جاء معناها ضرب منا عبيد نعاود نقابله انا في تونس جاي يحوس وانا كمواطن عادي معناها، الورك هو يقتل في الشعب الفلسطيني ويزيد يعذب معناها في السجناء الفلسطينيين ويجي يعيش حياته عاديه معناها كاي تونسي. هذا ماهوش ممكن الحقيقه نتصور. والموضوع هذايا سمعت مؤخرا مش في تونس لكن في فرنسا فما جمعيات قاعدة تقوم بدور كبير في إعداد قائمة متاع الأشخاص هذوما يعني فرنسيين حاملين الجنسية الفرنسية شاركوا في حرب الإبادة ورجعوا يعيشوا بصفة عادية في بلادهم كأن شيئا لم يكن. يعني فما جمعيات دافع على القضية الحق الفلسطيني وكما كنت أنت تقول يعني معناها مواطنين فرنسيين يرفضوا إنهم يتعاملوا ويتعايشوا مع الأشخاص هذوما، وراو اللي من المهم جدا أن نعرفوهم شكونهم ديجا الناس هذوما. بالطبيعة مهمة ياسر، لأنه معناها هذا خطر معناها، هذا خطر على تونس واختار على المواطنين الاخرين اللي معاه. معناها تصور انت تونس البلاد معناها اللي شعبها الاغلبيه العظمى معناها بخلاف شويه اصوات غير مسموعه شاذه في المجتمع، الناس كل معناها مع القضيه الفلسطينيه. ما نقدروش نحن نسمحوا يكون عندنا مواطنين بلادنا يكونوا معناها منضمين للجيش يعمل في إبادة، ونحن ما يكون عندنا معناها حتى تصرف. دونك نتصور اللي بريوريتي كبيرة اللي نحن نخدموا على قانون تجريم التطبيع باش نوقفوا الناس هذيا عند حدها، خاطر ما تنجمش عندي أنا تكون تونسي وتكون متطوع في الجيش الصهيوني، حاجة من الاثنين. المنتخب التونسي انسحب من الكأس العربية وخيبة أمل كما قال سيف الدين الجزيري خيبة أمل خيبة أمل كبيرة. وشفنا بعد الانسحاب هذايا شفنا الموجة الكبيرة على السوشيال ميديا من التوانسة من الشعب التونسي إزاء مقابلة المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري اللي التوانسة اتهموا فيها المنتخبين هذوما بالتقاعس لقيتش الكلمة وصل المعنى يعني بالنسبة لهم معناتها ما لعبوش ماتش، حبوا يتعادلوا، وهذاك اللي خلى تونس تنسحب من الكأس العربية تخاذل. هذه هي يعني وشفنا من بعد حالة الهيجان والموجة الكبيرة على السوشيال ميديا من التوانسة اللي في لحظة من بطبيعة ما نيش نحكيو على الناس الكل لما كمان معناتها سي تندونس فما معناها توجه عام اللي تونس هي بلادي كأنهم التوانسة وقتها فاقوا لي تونس بلادهم، وفما يعني كأنها القضية الفلسطينية وقعت مراجعتها وموقفنا من الشعب الفلسطيني ومن الحق الفلسطيني ولا معناها محل تراجع ومحل شك ومحل تفكير. شنو رأيك بابور هذا الكل؟ ساعة أول حاجة مبروك المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري على التأهل وكل. أنا مانيش مستغرب الحقيقة من الرياكسيون هذايا، لأن عنا كتير الحقيقة عاطفي نحن كشعب تونسي وكل.
كي مش نحكيو على الأحداث في حد ذاتهم، والله المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري جابوا 4 نقاط من زوز ماتشات الأولانيين. تونس خسرت كونتر سوريا وتعادلت ضد فلسطين. تتحمل مسؤوليتها الحقيقة، تحمل مسؤوليتك. وصلت للماتش الثالث وانت ما التأهل متاعك ما يعتمدش كان عليك انت، مش مربوط كان بيك انت. تتحمل مسؤوليتك الحقيقة. معني المنتخب التونسي والمدرب يتحمل مسؤوليتهم، ما عندها حتى علاقة معني بسوريا وفلسطين. ابري كيفاش نوصلوا معناتها يوصل التونسي يخلط بين كل شيء، يخلط بين المفاهيم. يعني فما الحق الفلسطيني، القضية الفلسطينية من عام 47، يعني الإبادة والحرب والاحتلال والالتزام تاع التونسي معناتها تجاه القضية الفلسطينية، الالتزام التاريخي. وعلى مباراة كرة قدم معناتها فما أكيد عدم احترام الميثاق الرياضي، هذا موجود. تفرجت أنا على الماتش وريت اللي بالحق كان ثم موجود، لكن احنا مش مستنسين به شوية. حاجات كيما هكا في الرياضة متاعنا في تونس، علاش نستغربوا للدرجة هذه؟ علاش تولي كأنها عمرها لا صارت وكأن احنا ما نعملوش هالشيء هذا؟ والله نحن اخر عبيد نجم نعطيو معناها دي ليسون دو مورال في الحكايه هذيا، خاطر معناها نحب نذكرنا اللي نحن صرت ممكن نترشحوا بالاحترازات. دونك نجمش نحكيو الحقيقه في السيتواسيون حتى في كورتنا في رياضتنا في بطولتنا. يعني قاعدين نشوفوا العوامل اللي فاتت، مش كان العوامل اللي فاتت، لكن الميثاق الرياضي والاخلاق الرياضيه وكل مانيش نجمعوا في الناس الكل، ولكن اون ني با اون ريفيرونس. يعني لعبه الكواليس واللوبيات الرياضيه وغيره وكل معناتها تحكم نسبيا في الرياضه وفي النتائج. فجاه يولي التونسي يعني يتسم بالهكا بالاخلاق الفاضله الرياضيه ويعطي في الدروس. والله الحقيقة أنا نرى اللي نحن هذا اللي كل نعملوا فيه باش ما نسألوش رواحنا أهم سؤال: هل منتخبنا يسحق الترشح؟ لا، ما يسحقوش الترشح، ما ترشحناش. نتيجة لوجيك بارابور للروندمون اللي عملناه. معناها ما نرميوش أغلاطنا على ناس اخرين قال شنو ما لعبوش وما لعبوش. كان جينا نحن لعبنا من الاول رانا ما استحقيناش نوصلوا للسيتواسيون هذه. دونك نتحملوا مسؤوليتنا وما نخليوش معناها. شوف راهو هذه مضحكات مبكيات معناها على خاطر ماتش هذا اون بليس كاس العرب معناها اللي هي كومبيتيسيون حد ما هو مستعرف بها. جينا نحن مالوريزمون فما ناس نساقط بتفادليك والا ما نعرفش حتى شنو معناها الموتيف الحقيقي اللي يخلي انسان يجي يبدا يسب معناها في ناس على ماتش نتاع كوره. حقيقه انا نلقى نشوفها حكايه ديبيل مش نورمال. هذيك علاش انا حبيت نحكي فيه معاك الموضوع، على خاطر بكل صراحه مهم باش نحكي واحنا هكا توا تيتغوبوزي في مواضيع كيما هكا، على خاطر كميه ساعات الكراهيه والحقد كما قلت انت معناتها شويه تفاهه يعني على السوشيال ميديا تخلي اللي نتخيلوا اللي هذيك هي الحقيقه، كأنها هذيك هي الحقيقه المطلقه. ولكن يظل هذه معناتها دعوه صغيره باش الناس تفكر وتخمم وتحط كل حاجه في اطارها وما تخلطش بين الامور في لحظه نتاع انفعال نفسي عاطفي سيمر لا محاله. نرجع شويه للاسطول، اسطول الصمود جهاد. كيما التوانسه الكل مره اخرى شفنا اللي فما جدل بعد اعتراض وعودة أسطول الصمود. كان فما جدل في تونس، شفتوا تابعتوا كيما الناس الكل. فما بوليميك معناتها لاحظتها أنا شوية في كلكو ديكلاراسيون منا. الحقيقة ماهوش دوري أنا كسحر ولا كفرتاتو بودكاست باش ندخل في التفاصيل هذية ولا باش نقول هذا صحيح هذا غلط هذا عنده الحق هذا ما عندوش الحق. ماهوش دوري. ولكن نعتقد اليوم مادامني معاك مع جهاد الفرجاني اللي شارك في الأسطول اللي كان في داخل الأسطول،
نجمو نحكيو فيه الموضوع هذايا وتعطيني رايك انت على هذا الكل. انا شخصيا معناتها كلمه يعني انا نشوف اللي هو عمل فينالمون هو عمل انساني وكل عمل انساني فيه نواقص. اي مشروع ولا اي انجاز ولا اي نشاط باش نقوموا به كمجموعه فيها غايه فيها هدف فيها مراحل اكيد باش تكون فيها نواقص. علاش صار هذا الكل؟ والله الجدل اللي صار فيه اختلاف وجهات نظر ومعناها قلة تواصل بين معناها الاشخاص وخليت لي المعلومات ما توصلش معناها بطريقه كامله واضحه واللي خلى فما سوء الفهم معناها بين الاشخاص. هو الجدل صار برانسيبالمون على موضوع معناها سفينة علاء الدين واللي هو معناها موضوع باش نلخصه رابيدمون في شنو صار معناها علاء الدين. علاء الدين هي سفينة مشتركة بين البعثة التونسية والبعثة المغربية متاع جلوبال موفمنت غزة دونك GMTG اللي هي من مكونات الأسطول كما الأسطول المغاربي معناها صمود كما الأعضاء متاع فريدم فلوتيلا كما أعضاء متاع صمود سنتراء من آسيا. دونك نحن خذينا الباتو هذا مع بعضنا على اساس الباتو هذا باش يخرج من تونس ويشارك مع الاسطول ويمشي معناه في مهمه كسر الحصار. الباتو هذايا كما الاسطول شد ثنيته معناها في البحر المتوسط. بعد في جرة سوء الاحوال الجويه الى ايتي اوبليجي باش يعمل اسكال في ايطاليا. وقتها صارت مشاكل عندها علاقه معناها بطاقم القياده نتاع السفينه. انسحب دونك قعدنا نحن نلوجوا على طاقم واحد اخر. في الاثناء هذيك القارب الاسطول كمل مشي. للاسف القارب ما كانش عنده معناه امكانيه باش يكمل يواصل الرحله نتاعو. دونك نحن على اساس باش نجيبوا الباتو هذيك لتونس باش نشوفوا معناه اسكو نبيعوه ونبعثوه تبرعات معناها لغزه والا نشاركوا به معناه في اكسيون واحده اخرى. سوف كو الطاقم معناه اللي كان باش يجيبوا لتونس تعطلت به السفينه في المتوسط في وسط عاصفه. دونك ils ont dû abandonner السفينه هذيا بيان سور بعد ما كلموا لي سويس وكل و ils ont dû être évacués معناهم على رواحهم معناها يمنعهم الحمد لله اللي هما لاباس. والباتو قعد غاديكا سور بلاس. دونك بعد كي بعثنا جماعه باش يمشيو يجيبوه من وسط البحر ما لقاوهش. دونك توا السلطات هي اللي لاهيه معناها بعمليه البحث خاطر هما اكثر عباد تنجم تعمل الحكايه هذيا. المشكله اللي الجدل اللي صار معناها على السوشيال ميديا صار معناها انا جوست عندي انا هي حكايه سوء معناها قل تواصل اديت معناها السوء فهم مالونتوندو فوالا مالونتوندو معناها بين الاشخاص. مع ما تنسيوش معناها اللي هي كما انت قلت معناها صح هو ديجا عمل معناها انساني دونك فيه خطا وفيه صواب. اما زيد اول مره في التاريخ راهي تتعمل معناها اكسيون بالحجم هذايا وراهو وصلنا معناها للفلسطين المحتله قريب 500 شخص. فما اكثر من 40 سفينه مشيت معناها في الحاجات هذه لازم تصير معناها اغلاط ونتعلموا منها. اما الحكايه الجدل اللي صار في تونس راهو عن انا معناها من رايي انا ومن اللي ريته لانه معناها هذا الكل حضرت عليه من داخل ماهوش حاجات صارت معناها بسوء نيه كيما نجموا ناس يفهموا اترافير لي بوبليكاسيون اللي هابطين. هذا ماهيش معناها عندي انا اللي صار هذا ماهوش معناها جوست سوء تفاهم سي ان مالونتوندو. فلا انا من بالحق حبيت نحكي فيه معاك الموضوع حبيت ناخذ رايك وحبيت ناخذ لا فيرسيون نتاعك انت بالطبيعه. نعاود نقول اللي نشكرك ساعة على الثقة خاطر نعرف اللي انك تحكي في موضوع هذا وما تحكيش فيه برشا. انت كاتب مشارجي افكار وبيعث رايك ولا كيفاش هي؟ اول حاجة شفتها في مشارجي افكار مشارجي كلام بيعث رايك ولا عليهم؟ في الاعلام اللي انت بيعثوا
ما تحكيش برشا في الموضوع. ومعناتها هذه لا فيرسيون تاع جهاد الفرجاني. اكيد هي معناتها فيرسيون يتقاسموا فيها برشا ناس اخرين. ممكن فما اراء اخرى، ممكن فما وجهات، مش ممكن، اكيد فما وجهات نظر اخرى، فما ناس ما تشارككش الراي. في النهايه كما قلنا هو عمل انساني، لازم باش تكون فيه نواقص، لازم باش تكون فيه ديزامبيرفكسيون، حاجات ما صارتش كما يلزم، قله خبره، قله درايه. الناس الكلها متطوعين، ما همش فورسيمون معناتها ناس مختصين في الميدان هذاك. يعني في الاخير عمليه التقييم اللي ما تنجمش تصير لا تسويت، ممكن هي اللي باش تخلي معناتها نفهموا شنو اللي صار وشنو كان، هل كان بالامكان افضل مما كان، وشنو كنا نجموا نصلحوا، وشنو هي الحاجات اللي دوغينافون نجموا نخدموا عليهم ونحسنوهم كما قلت انت، التواصل والاتصال مثلا. En parlant de justement معناها لا فاز نتاع ليفالواسيون نتاع اللي صار الكل، التقييم راهو قاعد يصير معناها تقييم، راهو الاسطول معناها كتله واحده عامل تقييم وقاعد يعمل في التقييم. المكونات نتاع الاسطول زاد قاعده تعمل في تقييمات زاد هي معناها لكل موفمون، معناها جلوبال موفمنت وغزه ولا صمود، لي كومبوزونت نتاع الاسطول الكلهم معناها قاموا معناها بعمليه تقييم. المشكله فين اللي حز معناها في نفسي اللي نحنا هي الحكايه كما قلت لك بديت معناها سور ما نونتوندو. المشكله فما عباد جاو ريكوبيريو هكا الما نونتوندو معناها اللي صار، ولا هكا البوبليكاسيون اللي صار في فيسبوك، وحبوا يعملوا منها حمله ممنهجه ويكبروها وكل مؤامرات تولي وتخوين واتهامات ويتحل الباب ما عادش يتسكر يعني بالطبيعه وتتشوه يعني العمل التضامني، النشاط هذاك اللي تعمل الاهداف معناتها نبيله وساميه وعن اهداف انسانيه واجتمعت على خاطر الاعراق والاديان والجنسيات الكل، معناها للاسف يتشوه بطريقه معناتها مش حلوه حتى طرف. ولكن كما قلت انت يعني فما تقييم قاعد الاسطول يقوم به، هو اللي باش يخلي الامور تتفهم بطريقه موضوعيه ومنهجيه اكثر وبعيده عن الانفعالات. وكل ما يصير كما قلت انت من عمليه التقاط الاخبار من نوع هذايا والاحداث من نوع هذايا من قبل الناس اللي تخدم بالشيء هذا، صحيت معناها ثم تسترزق بيه ناس تسترزق بيه، وناس معناها هي اخر ناس تنجم تعطي دروس في العمل معناها من اجل القضيه الفلسطينيه. فما ناس معناها اعلاميين في تونس جاي تعطي في رايها، تسب في ناس معناها تناضل ومكرسه وقتها القضيه معناها نبيله، وما جايين يسبوا فيهم اترافير دي بوبليكاسيون نتاع ناس اخرين. مع نوصلوا حتى لدرجه اللي اخي محسوب انت ايش عملت، ولا باش كسرنا راسنا توا بالموضوع الاسطول، باش نعاودوا نحكيو على الاسطول. معناها ردود فعل من نوع هذايا. انت كجهاد الفرجاني اللي شاركت في الاسطول واللي عشت بالتحضير بالرحله ما بعد وتستشرف في المستقبل وتخمم فيما معناها بالحق نتصورك معناتها ما تنجمش حتى تجاوب عليهم ساعات. انا ما نجاوبش الحقيقه على خاطر ساعة الراي هذايا أنا قابلته في الدنيا في العباد معناها شوي راه في الانترنت، وانا الحقيقه مش كل حاجه نشوفها في الانترنت نصدقها، خاطر فما برشا ديبوت معناها اكتيف على لي ريزو سوسيو اون بليس الحقيقه نتصور معناها اللي نعملوا في الحكايه هذينا نعرفوا نحن مقتنعين معناها الناس متقلقه ولا مش متقلقه هي مانيش الحقيقه. لي فو بروفيل ولي كونت معناها ايماجينير الفاز اللي قلت عليه قبيله بعث رايك ولا عليهم ثم رايك الاولى جو مفو الحقيقه من رايك في الحكايه نعمل اللي انا مقتنع به والناس هذوما نعرفهم تعمل في حاجات مقتنعه بها وتخدم بالرسمي معناها وتعمل امباكت عندها امباكت حقيقي معناها على الدنيا ويجيو معناها اصوات شاذه في الانترنت تسبهم. نوصلوا للنهايه نتاع فرتاتو قريب نخلطوا للاخر. جهاد الفرجاني انا سالتك في البدايه قلت لك شكون جهاد الفرجاني، عرفني به قل لي شكون انت كيفاش تعرفه.
ما بعد أسطول الصمود شكون جهاد الفرجاني؟ شنو غير فيك أسطول الصمود؟ أعطاني أكثر موتيفاسيون وديترميناسيون باش نعمل حاجات، لأنه زدت اكتشفت اللي راهو العالم اللي أنا نحلم به ماهوش ce n'est pas une utopie، مش حلمة، ماهيش حلمة، ماهوش معناها حاجة مستحيل الوصول لها. جهاد بعد الأسطول الإنسان عنده أكثر أمل في الإنسانية، خاطر قابلت برشا ناس الحقيقة اللي تحاول تعمل في مجهود باش تحسن من العالم هذايا والحمد لله معناها اللي جي بو معناها بارتيسيبي في حكاية كيما هكايا، وإن شاء الله جوغي لوكازيون باش نخدم معنا دي بروجي آخرين كيما هكا فوالا. شنو تقول جهاد للناس اللي تعيش في الخارج؟ واحنا فرتاتو بودكاست هو بودكاست موجه للتوانسه اللي تعيش في الخارج، نحكيو معاهم في حياتهم الحقيقيه وتجربتهم الحقيقيه بعيده على تونس. شنو تقول لهم التوانسه المهاجرين اللي يعتقدوا ولا يتصوروا اللي دفاعهم على قضيه عادله، دفاعهم على رفضهم للظلم، دفاعهم على العداله الانسانيه يمكن يسبب لهم قلق ولا تضييق في البلدان اللي هما يعيشوا فيهم؟ انت عشت التجربه من داخل، انت مريت من مرحله الفكره لمرحله النشاط، يعني ليدي على الاكسيون. شنو تقول لهم الناس هذوما؟ جو بونس ان فيت اللي هذايا ان فيت فكره تري تري ليميتانت اللي فما جزء من التوانسه حاطينها في مخاخهم، لو فيت اللي معناه اذا كان باش تتحرك على افكارك على القضايا العادله اللي انت تمن بها راهو باش يصير لك مشاكل. هو فما ان جوست ميليو لازم واحد معناه يعرف يقف فيه، تتحرك مش ما تتحركش، مي ميم طون تكون برودون في شنو تقول، في شنو تعمل بالضبط، فهمت؟ مي راهو تنجم انت تكون حذر برودون باش معناها ما تعملش روحك مشاكل، و ميم طون راك تنجم تكون معناها تلقى يعني فما مارج دو مانوفر كبيره، يعني تنجم تعمل برشا حاجات. لهنا معناها نظمت مع اكسيون تاع مرافقه العائلات اللي جات من غزه بعد الحرب في ليون، وعملناها معناها في فرنسا الكل، ودخلنا في تواصل مع برشا عباد وادارات وكل، معناها كانت تصير مشاكل راهي صارت، بالعكس هما يشوفوا معناها اللي انت تحاول تو ديبلوك اون سيتوياسيون، فهمت؟ كيما نقولوا نحن باغ اكزومبل فما ناس فعندها مشاكل ادمينستراتيف، انت تحاول تحط روحك في الوسط باش تكون معناها تو فاسيليت لي ديمارش وكل، دونك معناها تكون متشافه معناها بعين باهيه، فهمت؟ بفاسون باهيه. ابري راهو جو بونس اللي انا هذا كيفاش نتصرف، انا نحاول معناها جابليك اللي انا مقتنع به peu importe les conséquences, tout en restant معناها prudent، فهمت؟ مي ابري جو عارف روحي الحقيقه جو بونس اللي جوري بوكو بلوس دو ريغري نهار اخر باش نقول تفرج كيفاش معناها قدامي ناس قاعدين معناها يقتلوا فيهم كل يوم، وليد صغار قاعده تموت ومعناها ميته بالشر وكل. نتصور هذا وين ما عملت حتى شيء، هذا باش نتحملوا اقل برشا من اللي نتحرك ومعناها تصير لي كونسيكونس، مي خاطرني نعمل في حاجه انا مقتنع بها صارت لي حاجه خايبه، ماهيش باش تقلقني قد ما باش يقلقني لو فيت لي انا نقعد انكتيف. النضال يعني بالنسبه ليك معناتها هو نضال معناتها متاتي من قناعه شخصيه وما تنجمش تشوفيها اوترومون، اما عنده ثمن باهظ ولا مش باهظ ما نعرفوش ولكن بالنسبه ليك ينجم يكون عنده ثمن فينالمون، ولكن تتحمل مسؤوليه ذلك وما تنجمش ترجع لتالي. هو راهو كلمه نضال كلمه كبيره برشا الحقيقه، خاطر انا الرالي قاعد نعمل فيه معناها سافي بارتي من السيتويانتي نتاعك، المواطنه نتاعك، فهمت؟ كمواطن كانسان معناها، فهمت؟
كإنسان مسلم فما برشا معناها دي فاكتور اللي يخليوني ما نجمش نقعد نتفرج في اللي قاعد يصير. دونك نحاول باش نتحرك وكاون ما ça ne fait pas de moi معناها مناضل واحد جست حاول يعمل حاجة تصلح وكاون. واحنا اليوم حاولنا نحكي معاك انا حاولت نحكي معاك على تجربتك هذه، تجربتك اللي اكيد باش تخلف فيك انت كجهاد من داخل اثار مش بتتمحى مع الوقت. وكان مهم بالنسبه لي انا ان نحكيو مع بعضنا في الموضوع هذايا. حتى كان فكره البودكاست هي توانسه في الخارج، انت تونسي في الخارج لكن عشت وامتدت مواطنتك والنضال، كان نحب نسميه نضال شكل من اشكال النضال هو امتداد تونستك ومواطنتك وكتونسي تعيش في الخارج. يعني ما فماش علاش باش تقف ولا باش ما تكملش في ثنية الدفاع على حق ولا قيمة انت من بها. ومهم برشا التوثيق، نعرفوا قيمة التوثيق وتوثيق تجربة إنسانية من النوع هذه مهم برشا، خاطر فما معركة أكبر هي معركة السردية اللي تأتي هي زيادة بفعل التراكمات. نشكرك برشا جهاد الفرجاني على الثقة اللي عطيتها لي اليوم. يعطيك الصحة سحر، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، سا ما في بليزير معناها اللي نعملوا الحوار هذا مع بعضنا، وإن شاء الله سنة الكلوب تاع الشامبيونات. هذا أهم أحسن فينيش للحلقة. ميرسي بوكو، نشكرك ونشكر الناس الكل اللي تابعتنا في حلقتنا اليوم في فرتاتو بودكاست. ما تنسيوش باش تشتركوا في القناة على اليوتيوب، واحنا كالعادة موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك، وموجودين زيادة على منصة بقشيش.